نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وعبادة الشيطان هي طاعته. حين يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه، لأنه لا يتصور أن أحدا يسجد للشيطان أو يصلي له إلا من فقد عقله، كعبدة الشياطين الذين يعبدون الشيطان ويقيمون كل عام احتفالية عند الهرم الأكبر للشيطان وعبادة الشيطان. هؤلاء قلة لا عقل لها في خلق الله. ولكن حين يقول الله عز وجل ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا. إذ يوم القيامة ينادي الله عز وجل آدم فيقول: يا آدم أخرج بعثك إلى النار. يا آدم أخرج بعثك إلى النار. فيقول: يا ربي وما بعثي إلى النار؟ قال: من كل 1000. انظر كم أضل الشيطان. انظر إلى نتيجة المعركة القائمة بينك وبين الشيطان، نتيجة مهولة لبني البشر، لبني الإنسان، لبني آدم، نتيجة مخوفة، نتيجة
مخيفة من كل ألف من البشر يأخذ الشيطان لحزبه 99 و900 في النار وواحد في الجنة، واحد ناجي من كل 1000 ينجو واحد. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا آدم أخرج بعثك إلى النار فيقول يا رب وما بعثي إلى النار؟ يقول من كل 1099 و900 في النار وواحد في الجنة. حينئذ تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد تحدثنا عن خطط الشيطان، واليوم نتحدث عن خطة عظمى وخطيرة يستهين بها كثير من البشر، وهي خطة خطيرة. من خطط الشيطان التركيز. ما معنى التركيز؟ التركيز هو أن يجعلك تعمل عمل هين في عينك ويضل به كثيرا من الناس. عمل يبقى بسيط، تراه بسيط. كذلك الرجل الذي جاءته امرأة فخيرته بين ثلاث، قالت إما أن تزني بي وإما أن تقتل هذا الطفل وإما أن تشرب الخمر. فبعقله اختار أخف الأشياء. الزنا شيء عظيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والقتل شيء عظيم من أكبر الكبائر، قتل النفس. فاختار أن يشرب الخمر بعقله، أخف شيئا. هذا ما يريد الشيطان، أن ترتكب في عينك أخف الأشياء ثم يترتب عليها أضرار عظيمة لك وللخلق جميعا. فلما شرب الخمر قتل الطفل وزنى بها، ذهب عقله. هكذا التركيز من الشيطان يجعلك تفعل شيئا هينا صغيرا في عينك وهو عند الله عظيم فيضل به كثيرا من الناس. أول ذلك التركيز على العمل. انظر إلى هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة. واحد دخل الجنة من أجل ذبابة، شيء هين سهل جدا، سهل. ما ذبابة. دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. ما قصتهما؟ إنهما مرا على قوم يعبدون صنما، فقال لهم القوم: إنكم لن تعبروا حتى تقدموا لهذا الصنم شيئا. لابد عشان تعدي، لابد عشان تصل، لابد عشان تمر تقدم تنازلا ولو بسيطا ولو ذباب. أيها الإخوة الأحباب، إن الشيطان خبيث، يريدك أن تتنازل في البداية، أن تقبل مبدأ التنازل أولا. فإذا قبلت مبدأ التنازل تنازلت عن كل شيء. تنازل ولو عن ذبابة. لن تصل إلى كرسي الحكم إلا إذا قبلت الديمقراطية، هذا تنازل. قالوا نقبل الديمقراطية المنضبطة بالشرع، ثم اتضح أن لا يمكن أن تكون الديمقراطية المنضبطة بالشرع، لكنهم تنازلوا. مجرد أن يبدأ التنازل
تبدأ ضغط، يضغط عليك العلمانيون، يضغط عليك الليبراليون، يضغط عليك أعداء الدين، يضغطون عليك، أنتم متطرفون، أنتم مشددون، فيتنازلوا ويتنازلوا ويتنازلوا حتى يضيع الدين كله. مروا فقالوا لن تمروا حتى تقدموا شيء. فقال ما معنى ما نقدم؟ معنى شيء نقدم، ليس معنى ما نقدم، ليس معنى ما نتنازل عنه. قال قدموا ولو ذبابا. مش مهم تقدم ايه، مش مهم تتنازل عن ايه، المهم ان تقبل مبدا التنازل عن دينك. ولذلك قال الله عز وجل ان الذين ارتدوا على ادبارهم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. تنازل عن دي حاجه بسيطه، لن نتنازل عن الثوابت، هنتنازل عن المتغيرات، هذا امر بسيط. الشيطان سول لهم واملى لهم. ثم اسمع، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فماذا كانت النتيجه؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة. هذه نتيجة التنازل البسيط، أن تقول الذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قالوا قدموا، قالوا ما معنى ما نقدم؟ قالوا قدموا ولو ذبابا. فأما أحدهما فرفض أن يقدم أي شيء، تمسك بمبدئه كما قال الله عز وجل والذين يتمسكون بالكتاب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تصور واحد ماسك جمرة في يده قابض عليها كالقابض على الجمر. هذا هو التمسك بالدين حين يفسد الناس، هذا هو التمسك بالمبدأ حين يتنازل كل الناس عن المبدأ. أما أحدهما فقال لا أقدم، أي تنازل لا أقدم، فقتلوه فدخل الجنة. أما الآخر فقال أقدم ذبابا فدخل في النار. شيطان يركز جدا، مش مهم أنت تقدم له إيه، إنه يريد أن تقدم ولو تغير حرف. تصور تغير حرف يضيعك ويسبب في لعنة أمة. اسمع إلى بني إسرائيل حين قال الله عز وجل لهم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. قال لهم الشيطان قال لهم حاجة بسيطة، حطوا حرف واحد مفيش مشكلة، زودوا حرف واحد على كلام الله. فقالوا حنطة، بدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة فأضافوا حرفا قالوا حنطة. وبدل ما يدخلوا سجدا قالوا مش المشكلة ان احنا، المهم ان احنا نوصل، المهم ان احنا مش امرنا ربنا بالدخول ندخل ولو بأي شكل. لا تدخل بأي شكل، لابد أن تعبد الله كيفما أراده لا بعقلك. ربنا سبحانه وتعالى يحدد لك الأمر ويحدد لك كيفية تنفيذه. يعني ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وبين لنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي الفجر وكيف نصلي الظهر وكيف نصلي العصر وكيف نصلي المغرب وكيف نصلي العشاء، وأيهما سريا وأيهما جهريا وأيهما ركعتين. فهل يجوز أن يقال هو ربنا أمرني بالصلاة وخلاص أصلي كما أشاء؟ لا، تصلي كما أمرك الله عز وجل. ولذلك هم زادوا حرفا قالوا حنطة ودخلوا الباب على أسترهم يزحفون على أسترهم. فقال فلعنهم الله عز وجل وأنزل عليهم رجزا من السماء بسبب الحرب. مبدأ التنازل عند الشيطان مش مشكلة التنازل عليه، عمل صغير وخطورته عظيمة.
مثال آخر، قال الله عز وجل في كتابه الكريم موضحا خطة الشيطان، واضحة جلية، ولكننا نحن غافلون فلا نلومن إلا أنفسنا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا بني آدم إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تنشر نفسك، طريق واضح. انظر إلى قصة الشيطان، قال: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وإيه قال إيه الشيطان؟ وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شوفوا الخطة، يعني تغيير خلق الله قصد من مقاصد الشيطان، قصد كبير. مثال تغيير أمر الله وتغيير خلق الله، يعني مثلا حين خلق الله عز وجل آدم فقال له: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم، قل السلام عليكم، وانظر ماذا يردون عليك. انظر ماذا يردون عليك. فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع آدم إلى الله عز وجل فقال وهو أعلم: ماذا قالوا لك؟ قال: يا رب قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فهذه تحيتك وتحية أبنائك. تحيتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمت صباحا يا رسول الله، عمت صباحا. فقال: لقد أبدلنا الله عز وجل خيرا من هذه التحية، تحية الإسلام: السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام. ماذا فعل الشيطان في المسلمين؟ أمر بسيط جدا، السلام. كثير من الناس تستهين، بدل قول الله عز وجل، إنه يبدل صباح الخير، صباح النور، صباح الخير، صباح النور، ما صباح النور وما صباح الخير، لا أدري. انتشرت بين المسلمين كالانتشار، وهلكت الأمة في هذا. صباح الخير، صباح النور، صباح الخير. استبدلوا ما هو الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذه نقطة هلكت فيها أكثر الأمة وهي لا تشعر. تحية الإسلام استبدلوا بتحية الإسلام تحية مهينة. صباح الخير، صباح النور. ما هذا؟ هذا مثال. المثال الآخر الذي انتشر في هذه الأمة انتشارا عظيما ويسبب اللعنة للأمة جميعا وهي لا تشعر. ولكن يتعجب حين ترى هذه الأمة، يعني الأمر يبدو أنه عند الشيطان كما قلنا التركيز الشديد، يبدو الأمر بسيط وهين جدا، ولكن نتائجه عظيمة على الأمة، نتائجه عظيمة عليه. إن الرجل يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار، نسأل الله العافية. كلمة واحدة. هنا مراد الشيطان التركيز، مش مهم الكلام الكثير، مش مهم تخطئ خطأ كثيرا، مش مهم تبدل تبديلا كثيرا، مهم أن تبدل تبديلا ولو هينا صغيرا عندك. قال معاذ: يا رسول الله أو مؤاخذون؟ قال حين قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. هذا القول، هذا عمل. حين قال الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني الأمر يبدو سهل جدا، إنه يجي عند أذن الأنعام، أذن البقر، يطهر. يبدو أمر سهل جدا، أي ما هذا يعني، ولكنه يبدل بذلك خلق الله.
وتبديل خلق الله عز وجل عظيمة عند الله عز وجل. ولذلك نتج عن ذلك ان هم فعلوا ما يسمى البحيرة التي قال الله عز وجل عنها: ما جعل الله من بحيرة ولا سهيمة ولا حامل ولا وصيلة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وصيلة مقطوعة الأذن. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موشوما. شباب الآن تجد أكثر يشم، يضع شاب وشم، هذا أمر عظيم جدا. لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا مش إنسان، حمارا موشوما. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى فعل الشيطان، انظر إلى الألعاب الصغيرة التي يأتون بها للأطفال فيضعونها على أيديهم فتشم. أمر هين جدا تترك ابنك يفعله ويهلك فيه كثير من الناس. وشم بسيط، إما الوشم إما بالوخز الإبرة ثم وضع فيها كحلة أو وشم. أي وشم يشم الوشم هذا أمر بسيط جدا، ولكن الشيطان يركز عليه مع أنه أمر هين جدا وتهلك فيه الأمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موشوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا. لأنه في تطهير خلق الله، قطع الأذن، وشم الحيوان، وشم الإنسان. كثير من الشباب، بل كنا نجد شبابا يعني يعتبرون كثرة الوشم دليل على كثرة الرجولة وقوة والشكيمة وكذا. يقولون يعني كلما كان الشاب، ورأينا هذا مثل هذا في الأقسام، نسأل الله لنا ولكم العافية، كلما كان الشاب أكثر وشما وكذا يعتبرونه في قانون الصياعة يعني رجل شهم أكثر. هذا الأمر الهين الذي يفعله الشيطان يتسبب في لعن الأمة. تصور، يتسبب في لعن الأمة. أمر آخر هلكت فيه الأمة، يعني لذلك لا تتعجب حين ترى ما في الأمة يعني من ضياع وفقر وكل ما تشاء، يعني مشاكل خطيرة. هذه المشاكل على فكرة لا ننتهي أيها الإخوة حتى نتوب إلى الله من هذه الأفعال الهينة. يعني أدري بعض الناس يقولون أنها دي رواية ضعيفة، ولكن نأتي بالناس قالوا إن جيشا من المسلمين يوم حاصر حصنا، عشان تعرف الأمر الهين له نتيجة عظيمة. هذا فعل الشيطان يفجعك تترك شيئا هينا، تترك شيئا هينا فيترتب عليه أمر عظيم وكثرة في الإضلال. المسلمون يوما حاصروا حصنهم فطال الحصار والكفار لم يستسلموا، فرجعوا على أنفسهم فقالوا لابد أننا نسينا وتركنا سنة. يعني لا يمكن أن يتأخر النصر، كل حاجة لها سبب، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر ووعد الله صادق. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بأن ينزل علينا بركات من السماء والأرض، فإذا استقرنا فإن يكون الخطأ فينا، لأن مش ممكن يتخلف وعد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتمكين، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكننهم في الأرض. فلا يمكن أن يتحكم فيهم الصليبيون واليهود لهذه الدرجة التي أحياها، حتى إن الإسلاميين يخافون من اختيار رئيس مسلم، وهكذا يعملون بلا حياة. يعني المرشد أعلن في لقائه مع الإبراشي، قال له: هل تختارون هل تؤيدون رئيسا إسلاميا؟ قال: لن نؤيد رئيسا إسلاميا. يعني أيد رئيس علماني مجرم. لماذا لا تؤيد رئيسا إسلاميا؟ لأنه يخاف من الغرب كما يخاف من الله سبحانه. قال: أما الخالد سيحاسبه مصر وكذا. أين أتصدق أتخاف من الخالد ولا تخاف من الله؟ ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث هذه الأمة أن تتمكن وأن تقول وأن الكفار الصليبيون واليهود يهزمون من هذه الأمة مسيرة شهر، بمجرد ما يسمع لما يتخلف هذا يبقى في غضب في الأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا وعد الله لا يمكن أن يتخلف، لأن الأمر بيد الله عز وجل في كن فيكون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يؤخر النصر يبقى لسبب، قالوا لابد من تأخير النصر لسبب، فبحثوا فإذا أنهم الناس السواك. السواك فيه 100 حديث. السواك اللي انت تستعين بيه بيجيب لك فرشه ويجيب لك مش عارف ايه، والسواك اعظم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا والسواك عند راسه، وكان يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. تصور هذا امر يعني هين جدا الامه تفرط فيه. فكان هذا سببا في تاخير نصر المسلمين. فلما فذهبوا الى شجره وقطعوا فروعها واخذوا يستاكون، فأوقع الله عز وجل الرعب والخوف في أصحاب الحصن، وقالوا إنما المسلمون يسنون أسنانهم حتى يكونون فاستسلموا. يعني ترك أمر بسيط أو فعل أمر هين من فعل الشيطان يؤدي بك إلى اللعنة، ويؤدي بك إلى تأخير النصر، ويؤدي بك إلى الفقر، لأن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المسلمون اليوم خايفين من أمريكا وخايفين من اليهود وخايفين من كذا وخايفين من كذا، خايفين. من لم يخف الله وقصر في حق الله أخافه الله من كل شيء حتى يخاف من خياله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. كما قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم. شوف لما تكون مؤمن، لما تمشي على الجادة لا تترك سنة، لا تترك أمرا هينا عندك كما يفعل الشيطان، تكون أنت أيها المسلم أشد رهبة في صدور الكافرين من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من المصائب التي فعلها الشيطان وجعل الأمة تهلك فيها، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النمط، هذه أمة هلكت فيها الأمة. النمط اللي هو تسجيل وترفيع الحاجبين. أمر قد يبدو هين جدا، يقول لك شيل الشعر الزايد، وهو مش شعر زايد أصلا. الحاجبين خلقهم الله في أحسن تصوير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لو أي واحد يا إخواننا يعني حاول إن هو يجيب شكل أفضل من كده لا يمكن، لأن هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنت تيجي تبدل وتغير، تقول أشيل. المرأة تقول لك أشيل الشعر الزائد. والشباب حاجة غريبة، الشباب منتشرة كانتشار النار في الهشيم بين الشباب. يعني لا يمكن أدخل عند حلاق إلا وأجد شابا يعني يزجج على الشباب. هذا أمر هلكت فيه الأمة، هذا تغيير لخلق الله عز وجل، يسبب اللعنة للأمة. أمر هين، يعني الناس بتعمله هين جدا، شيل وتجد لا إله إلا الله رسول الله. يعني تاخذ الحلاق والله الواحد بيستحي حين يذهب عند الحلاق وأخذ الفتلة، الرجل يصنع به الفتلة. ما حدث الأمة، لا أدري ماذا حدث الأمة. أمر هين، يعني شعرتين أذر، شعرتين زيادة. هم زيادة ولا حاجة، هم زيادة عند الشيطان. الشيطان مسوي لك إن هم زيادة. اسمع، حد يا إخواننا من اللي فوق يسكت الأولاد أو يكرشهم، يسكتهم يكرشهم. اسمع إلى نتيجة هذا الفعل الهين. احنا قلنا من خطة أعظم خطة للشيطان كما قلنا هو التركيز، إن هو يخليك تعمل عمل هين ونتيجته عظيمة. هين بس كل الناس يعملوه. اسمع إلى نتيجة هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة
والمتنمصة. إيه النامصة؟ يعني التي تزجج الحواجب، التي ترقق الحواجب، التي تزيل الشعر. الذي يزيل الشعر والمزيل منه الشعر الاتنين ملعونين. يعني الحلاق من غير ما يشعر كم إثم يرتكب هذا الحلاق في أمر بهيم بسيط جدا، كم هلك في هذا الأمر من الأمة. الحلاق ملعون بسبب ان هو يزيد شعرتين. نعم ملعون بسبب شعرتين. المتنمص والمتنمصة ملعونة لأنها تزيد شعرتين. أيوة، من هذه الشعرتين تلعن. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات اسمع، المغيرات لخلق الله. مغيرات لخلق الله، هذا تغيير لخلق الله. هل تصور الامر الهين ده الذي وقع فيه الناس قد يتسبب في كل المصائب اللي فيها الامه دي؟ ان الناس ده هدف نوع واحد فقط الامه وقعت فيه، ان الناس كلها كانها اجتمعت. طبعا تدعون واحد جاء لي يشكو لي زوجته ويقول يا شيخي ان زوجتي لا تطيعني. قلت فيما لا تطيع؟ قال فاني يقول لها لا تزججي حواجب. هو الرجل يريدك هكذا. انت لماذا ترققين حواجبك؟ الشيطان يسوي لك ان هذا تجميل للغاز. زوجك لا يريد هذا. تقول اذا كانت الدكتوره سعاد صالح والدكتوره عبد العبلاوي بتعمل كده اهوت وانت اعلم منهم، شوف الفتنه عظيم لما تخرج. هو مقصود هذا لما تخرج مثل هذه سعاد صالح هذه تزلج حواجب. والله ان هذه المراه الناس يقولون لي انها تزلج حواجبها بطريقه، وهي دكتوره في الشريعه. حتى الشيطان يركز في العمل فيؤدي الى انه يهلك اكبر عدد من الامه باقل شيء من الاعمال. شوف، قد تكون الامه ملعونه ومسلط عليها اعدائها وربنا فقرنا ومنتشره فيها الامراض والاسقام بسبب هذا الفعل. هذا هو تركيز الشيطان، هذا هو خطه الشيطان، هذه هي خطه الشيطان. مثال اخر، امر هين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم زوجته فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. امر هين، كلمات بسيطه، كلمات قليله. طب ما نتيجه تركها؟ هي عظيمه، هي استئصال البشريه. هو يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب. عايز اكبر عدد ممكن يدخل معاه النار باقل عمل. يعني حتى العمل يكون هين او ينسى عمل او يترك عمل، يعمل عمل هين فياخذ معاه اكبر عدد من البشر الى النار، او ينسيه عمل او يتركه عملا ياخذ فيه اكبر عدد من الناس الى النار. ايه نتيجه ان هو ينسى حين يجامع زوجته ان يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اسمع في سوره الاسراء قال الله عز وجل على لسان الشيطان الرجيم، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. يعني كان ذريته لأستأصلن ذريته. كيف الاستئصال؟ استئصال ذريته مش هو يقتلهم، ممكن يقتلهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس زمان يكتفي فيه الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ولذلك لما تجد الأوروبيين في هولندا وفي إنجلترا وفي كذا وفي الكنائس يعقدون الزواج على الرجل على الرجل، هذا استئصال للبشرية، هذا استئصال، هذا فعل الشيطان، استئصال للبشرية. والمرأة على المرأة، وكانوا مقدمين قساوسة من قيمة يومين لأنهم مش عارف أي دين هذا، دين باطل لا شك، لأنهم عقدوا زواج في الكنيسة، عقدوا زواج الرجال مع الرجال. هذا النوع من الاستئصال، لأن المرأة مخلوقة حتى لحفظ النسل وحفظ النوع.
فلولا الزواج لانقطع النسل، وانقطع النسل يعني استئصال الذريه. فهو مش هيجير اولا يمنع يؤخر الزواج، ولذلك يضع القوانين، يقول القوانين المصري يقول لك لا يجوز للبنت ان تتزوج اقل من 18 سنه. 18 سنه ليه؟ لماذا تحرمون ما حل الله؟ لانه استئصال من البشريه. البنت ما تخلفش اقل من 18 وما تخلفش بعد 45، وهي اصلا في عنوسه بتتجوز عندها 40 سنه، يعني بعد 40 سنه لا هتخلف قبل كده ولا هتخلف، يبقى خلاص تنقطع الذريه. تنقطع الذريه. لا احتنكن ذريتك بقوانين وقوانين السكان وثمرات السكان التي تبيح المثليه وتبيح اللواط والتي تبيح الصحاق والتي تمنع الزواج من اقل من 18 سنه. جريمه. تصور ان في القانون المصري جريمه انك انت تزوج بنتك قبل 18 سنه، تسجن من اجلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، هذا مضاد تماما لقول الله عز وجل، هذا فعل الشيطان، وفعل الشيطان مضاد لكل المضاد لله عز وجل ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهم يقولون لا الشاب مش عارف يتزوج. ما هذا؟ هذا استئصال للبشرية. لا أحتنكن ذريتك إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك الغناء وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وهذا موضوع سنشرحه بعد كده. هذه الآيات خطيرة من خطة الشيطان، سنشرحها في الوقت. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشاركهم في الأموال والأولاد؟ إنك أنت لو نسيت أن تقول أمر هين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، التف الشيطان حول إحليل الرجل وجمع زوجته مع زوجته فطلع الأولاد أولاد شياطين، ولهذا يحتنك الذرية. أمر خطير، أمر خطير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من خطة الشيطان أنه يجعل الناس جميعا يشتركون في جريمة بطريقة لا يشعرون بها، فيهلكوا جميعا ويأخذ أكبر عدد من البشر إلى النار. اسمع إلى قصة صالح عليه السلام وثمود. صالح عليه السلام حين جاء وقال لقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لو هذه ناقة آية يوم تشرب كل النار، ويوم تعطي لبن لكل الناس. آية ناقة واحدة. إياكم أن تعقروها، إياكم أن تذبحوها. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الشيطان أراد إهلاك هذه الأمة عن بكرة أبيها، لأن اللي هيذبح هذه الناقة ستصيبه لعنة الله ولا شك. طب هل يمكن أن يجتمعوا جميعا على ذبح الناقة؟ لا، هو واحد بس اللي هيذبحها. طب كيف يذبحها واحد والجميع يدخلون النار معه؟ اسمع يا قول الله. فقال لهم رسول الله
ناقة الله وسقياها فكذبوه. اسمع الآيات بنقرأها كثير لازم ننتبه إليها.